صباح الخير. الأحداث اللي جارية في العالم دلوقتي كلها غريبة، ما بين حروب، ما بين خطف، ما بين تهديدات، ما بين تعريفات جمركية، ما بين قرارات غريبة بتحصل. في وسط كل اللي بيحصل ده يطلع واحد يقول لي أنا عايز أستثمر، تنصحني أعمل إيه؟ هل أروح للذهب دلوقتي وهو طالع بسرعة الصاروخ؟ ولا أروح للفضة؟ ولا أعمل إيه؟ أروح بورصة ولا بيتكوين ولا ويل سامبل ولا بنوك؟ مش عارف أعمل إيه. في ظل كل هذه الأسئلة وبيجي لي استفسارات كتيرة ومش من مستثمرين كبار معاهم فلوس، لا ده من حتى ناس استثمار صغير عايز يحط حاجة للمعاش بتاعه أو كده. النهاردة قررت عشان كده أعمل الفيديو ده عشان أعرفكم نعمل إيه ونستثمر إيه أحسن حاجة دلوقتي تكون ملاذ آمن لينا، مش مجرد استثمار بس، لأن الدنيا زي ما احنا شايفين الدنيا ولعة. وأنا ممدوح مصري عايش في كندا بقالي 16 سنة، بشتغل محاسب ومستشار مالي وتأميني وفي أكبر شركة تأمين موجودة هنا، وبعمل فيديوهات عشان أساعد الناس تعرف إيه اللي بيحصل في العالم. يلا نبتدي. دلوقتي كل الناس، كل واحد يكلمني يقول لي إيه رأيك في الذهب؟ إيه رأيك في الذهب؟ إيه رأيك في الذهب؟ الذهب رائع، الذهب رائع، ومعروف إن الذهب هو الملاذ الآمن لما بتحصل مشاكل زي كده كتيرة، لأنه بيبقى حاجة ثابتة. بس السؤال، حضرتك عندك فلوس كتيرة هتقدر تسيبها لوقت طويل؟ لأن معروف الذهب على اللونج تيرم. هتقول لي لا ده عمال يطلع بسرعة الصاروخ، طبعا على عيني وراسي ما عنديش أي مشكلة خالص، ولكن هل أنت هتقدر تسيب فلوسك شوية ولا أنت محتاج سيولة؟ لو أنت حضرتك محتاج سيولة يبقى ما تفكرش من الأول بالذهب، لأن الذهب معروف إنه بياخد وقت طويل جدا عشان يبقى فيه مكاسب كويسة. نمرة اتنين، الذهب حلو جدا، وكل الخبراء بيقولوا ان الذهب طالع. يطلع النهارده وامبارح الذهب بينزل. ليه؟ لان الناس مش بترجع للتاريخ شويه. سنه 1980 خليني اقول لك حصلت نفس اللي بيحصل في العالم دلوقتي بالظبط، ما بين حرب روسيا وافغانستان، وكان أزمة الرهائن اللي موجودة، تضخم عالمي موجود زي دلوقتي، وفي نفس الوقت أسعار النفط كانت عالية جدا ومشاكل تانية كتير. كل الناس اتجهت للذهب على انه هو الملاذ الامن، وده حقيقي طبعا، مش غلط يعني. ولكن سنة 1980 كان وصل السعر بتاع الذهب 850 دولار، وكل الناس متعشمة فيه انه هيطلع تاني، وهو بالتالي هو يبقى استثمار رائع بالنسبة لهم. جه على اخر السنة في 1980 ونزل نزلة جامدة جدا، وصل ل 590 دولار. كل اللي اشترى فوق ال 590 دولار خسر. المشكلة الأكبر إن هو عشان يرجع للسعر تاني 850 خد 20 سنة. وبالتالي عشان كده بقول لك لو أنت عندك فلوس كتيرة ومش محتاجها وعندك استغنى عنها، سهل إنك تحطها في الذهب، حطها واستثمر في الذهب. أما غير كده فالذهب مش هو دلوقتي الملاذ الآمن، والدليل على كده النهاردة وأنا بعمل الفيديو الذهب نزل، ونزل جامد. يعني ممكن في خلال الأيام الجاية كمان تفاجأ بأن الذهب بينزل. إيه الأسباب؟ أسباب كتيرة جدا، من ضمنها إن في ناس عندها مخ حلو جدا وبتعرف تلعب قمار كويس، فاشترت الذهب وهو سعره نازل، جت النهارده حست ان هو ده احسن سعر ليه، راحوا بايعين كتير. مع البيع الكتير السعر حصل له ايه؟ نزل. ده ممكن يحصل كمان الايام الجايه، وتفاجئوا ان كل الناس اللي هتيجي بقى عايزه تبيع دلوقتي بتخسر، لان اللي اشترى فوق ال 5000 وال 6000 جنيه، او بتكلم على الدولار مثلا، وات ايفر، هيبقى خسر كتير جدا. فاول حاجه الذهب هو ده، وانا مش شايف ان هو ملاذ امن ليك في هذا التوقيت دلوقتي. طيب نمرة اتنين، نروح البورصة. ايه رأيكم؟ البورصة جميلة جدا وكويسة، بس دايما بدي سؤال، يقول لي انا اروح العب شوية في البورصة. اسأله سؤال، حضرتك بتفهم في البورصة؟ لا ما بفهمش. طب حتى لو بتفهم، حضرتك عندك وقت تتابع؟ مش عارف يعني. طب هتروح لمكاتب هي تشتغل لك، هتستثمر كام؟ يقول لي هحط 20 دولار 50 دولار. طبعا لا، ما بينفعش. البورصة احنا بنشتغل على الاسهم. يقول لي انا ممكن العب على اسهم تسلا. طبعا رائع وهايل، وتسلا شركة عظيمة وكويسة وبتكسب، بس هو لو ايلون ماسك مات هيحصل ايه؟ يقول لي لا لا لا، مش هيحصل حاجة، دي منظمة كبيرة مؤسسة، مش هيحصل لها حاجة. لا ما تعرفش، ممكن اي حدث عالمي يحصل تبص تلاقي الشركة وقعت نزلت تخسر كل فلوسك، ساعتها هتعمل ايه؟ هنقعد نعيط؟ مش هينفع. طبعا اللي بيلعب في البورصة برضه محتاج مبالغ عشان يقدر يستثمر. حتى الشركات اللي هتلعب لك مش هتلعب لك ب 20 دولار ولا ب 50 دولار ولا ب 100 دولار، بل بالعكس هتبقى محتاج مبالغ 5000 دولار 10000 دولار عشان تقدر تشتغل. اوكي، البورصة مش ملاذ آمن في الوقت ده، وعندنا طبعا أزمات حصلت كتيرة جدا 2015 و2019 و2008، في أوقات كتيرة جدا
يمكن كل 3 4 سنين البورصة بتقع وبتقع جامد، واللي مش قلبه جامد بيخسر وبيخاف وبيبيع بخسارة وبيخسر فلوس كتيرة جدا، والبورصة ياما خسرت ناس كتير فلوس. فهي مش ملاذ آمن كمان ان انت تشتغل عليه. هتقول لي طيب هروح للعقارات. ده هايل، دي فكرة رائعة، وانا قلت قبل كده في فيديو ان العقارات من احسن الاستثمارات في اي حتة في العالم، لانها بتكسب بس على اللونج تيرم مش على الشورت تيرم. فلو انت محتاج سيولة مش هينفع. طيب اشتري عقار دلوقتي او اشتري شقة واجرها؟ دي فكرة هايلة طبعا، بس هل في الوقت ده اللي احنا فيه ينفع تعمل الكلام ده في كندا؟ للأسف لا. ليه؟ أولا لأن سوق العقارات كله نازل، نازل، الأسعار بتنزل. زمان من أيام مثلا 21 و22 كنا بنشوف يمكن لغاية وقت قريب مزادات بتتعمل على البيوت لما بتيجي تتباع. النهارده بقى العكس، النهارده بقى في مفاوضات ان احنا ننزل السعر، وفي بيوت بتتباع بأقل من قيمتها بكتير، لدرجة ان انا اعرف واحد في اوتوا بيبيع بيته اللي بيسوى مليون 350 نزل له مليون و150 ومش لاقي حد يشتري، لان حاليا مش وقت الشراء، حاليا مش وقت الشراء. فالناس اللي بتبيع هيبتدوا يحطوا زياده، وبالتالي هيبقى السوق سوق بيع، وبالتالي السعر هينزل، فمش من مصلحتك تشتري دلوقتي. الحاجه الثانيه، انت عايز تاجر شقه، وانا قلت قبل كده ان تاجير الشقق ده حاجه كويسه جدا، بس في الوقت الاقتصادي دلوقتي برضه مش حاجه كويسه. ليه؟ انت جبت حد انسان كويس جدا بيشتغل كويس وكل حاجه وبيدفع لك الايجار بتاعك تمام وكله تمام، فجاه الراجل ده في ظل الظروف الاقتصاديه اللي موجوده فيها كندا ساب شغله، سيبوه شغله ومش لاقي شغل، هيدفع لك الايجار منين؟ مش هتقدر تطلعه بايلو، مش هينفع، وبالتالي هتخش معاه في قضايا وفي محاكم. وبالتالي الشقق وتأجيرها والعقارات مش هو دلوقتي الملاذ الآمن انك تقدر تحط فيه فلوسك. غلبتنا، طب نروح فين؟ تعالوا نطلع على الويل سامبل، ايه رأيكم؟ الويل سامبل ده النظام الجديد اللي اتعمل مع الاي اي، الذكاء الاصطناعي، وابتدى يبقى فيه شركات. هحكي لكم على تجربة شخصية انا عملتها عشان تفهموا ايه الويل سامبل، لان انا مش بحب اقول حاجة الا ما اكون جربتها بنفسي. في يوم من الايام فكرت ان انا اشتغل على الويل سامبل، وابتديت اخش اونلاين، وابتديت اعرف ان هو 350 دولار مبلغ مش كبير بالنسبة لي كان، وقلت اشتغل. وابتديت اعمل سبمت للموضوع. فجأة راحت شركة مكلماني، احنا شركة مونكي. اوكي عايز ايه؟ قال لي انت كنت بتعمل سبمت، احنا اللي هنعمل لك الشغل. وابتدى بقى يقول لي انا مدير، وانا الادفايزر بتاعك، وانا اللي هعمل لك، وانا اللي اسوي لك، وارباحك ومش ارباحك. الكلام كله حلو ومعسول وجميل جدا، يلا بقى حول الفلوس. قلت له طب اوكي انا هحولك الفلوس. قفلت معاه. فجأة لقيت شركة تانية بتتصل بيا، ارقام غريبة، 780 مش عارف 250، ارقام معرفش منين يعني. الشركة التانية بتكلمني، احنا شركة هانكي، بنقول لك ان احنا شركة كويسة واحنا عايزين نعمل لك. طب انتوا عرفتوا ازاي؟ مش عارف. فجأة قلت له طب انا هفكر وارد عليك. فجأة لقيت تليفون تالت برضو من نفس الارقام الغريبة، احنا شركة دونكي، احنا شركة مش عارف ايه 20 تليفون، وما سابونيش، وانا ما حولتش الفلوس نهائيا في هذا التوقيت، لاني ابتديت اقلق بصراحة. فرجعت لمديري، ودي كانت حاجة كويسة، هو طبعا بيفهم مني كمان اكتر مني في الاستثمار وفي الاقتصاد وفي كل ده، واخد دراسات كويسه. فسالته، قال لي كويس ان انت ما عملتش كده، لان انا جربت وحطيت فلوس 7000 دولار وكسبت كويس جدا، المكاسب رائعه، بس لما جيت اطلب فلوسي طلعوا عيني، طلعوا عيني، طلعوا عيني، وفي الاخر ادوني فلوسي بالعافيه ومن غير ارباح. حد تاني قال لي ان انا بكسب كويس جدا مع الويل سامبل وخدت فلوسي منهم، الله اعلم. بس انا شايف ان الويل سامبل مش ملاذ امن دلوقتي نهائيا في ظل الظروف اللي احنا فيها. طبعا مع وجود ان البورصه ممكن تقع في اي وقت، ده برضو مش هيدينا ملاذ امن ان احنا نشتغل عليه. كده خلصنا حاجات كتيره جدا. طب نروح فين يا عم؟ انت غلبتنا بصراحه. طب نشتري دولار امريكاني ونخزنه؟ دي فكره هايله. مع الدولار الامريكاني دايما عمره ثابت. يمكن انا من زمان خسرت ان انا وانا في مصر مثلا ان انا ما اشتريتش دولارات، كان الدولار ب 3 جنيه، النهارده الدولار ب 50 جنيه. طبعا كل اللي ما عملش كده خسر كتير. وانما برضو انت معاك فلوس مش محتاجها تحطها في الدولارات وتسيبها على اللونج تيرم عشان تكسب. ده اول سؤال. والسؤال الثاني هو الاهم، هو الدولار ده مش ممكن يقع في اي لحظه؟ في كلام كتير واقاويل ان ممكن الدولار يقع. وبعدين انت حتى لو انت في كندا هنا، الدولار دلوقتي الامريكاني ب 140 كندي، لما تيجي تشتري هيوصل كام؟ هيوصل 145 كندي مثلا، مع افتراض ان اقتصاد كندا عمال يقع. هتكسب ايه في الاخر؟ مش هو المكسب الواو قوي، وبلس ان هو برضو مش ملاذ امن مع كل اللي بيحصل في العالم.
طب نروح فين تاني يا عم؟ غلبتنا. نروح بيتكوين بقى، العملات الرقمية. العملات الرقمية دي معروف انها لعبة سياسية، كان السياسيين في امريكا بيلعبوها عشان يكسبوا زي ما هم عايزين، والناس راحت معاهم، في ناس كسبت وفي ناس كتيرة خسرت. بس هو ليس برضو العملات الرقمية ليست ملاذ آمن ان احنا نشتغل عليه. فاضل ايه؟ فاضل البنوك. ايه رأيك نستثمر بقى في البنوك، نحط فلوسنا؟ تمام، حط فلوسك في البنوك، بس عندي حاجتين. هو انت هتكسب كام من البنوك؟ هتخش على فايدة ثابتة؟ البروموشن اللي بيعملوه ان انت تحط 3 شهور تاخد لك 3.5% 4% وبعدين ترجع على 1%. هو ده الاستثمار اللي انت عايزه، وده امن تماما ما فيهوش مشكله. او تحط GIC اللي هو شهادات الاستثمار ب 1% 1.5%. مش حاجه قويه قوي انها تستثمر فيها، مش هتديك فلوس. لا، انا هلعب معاهم في صناديق استثمار. وهنا بقى هنقف، بس قبل ما هنقف هنا واشرح صناديق الاستثمار هسالك سؤال. وهي البنوك برضو ملاذ امن بالنسبه لك؟ ايه ده البنوك دي بقالها ربح من الزمن ومضمونه ومش عارف ايه. فيديو تاني هعمله هقول لكم ايه هي مساوئ البنوك في كندا، لان الناس للاسف لما بتيجي من بلادنا وبتسيب حاجات كتيره جدا. وانا ما بطلبش منكم تسيبوا عاداتكم ولا تقاليدكم ولا الحاجات الكويسه اللي انتم متعلمينها، بس على الاقل تسيبوا دماغكم. هم ما بيسيبوش دماغهم، ففي فكرهم البنوك مضمونه والبنوك امنه والبنوك مش عارف ايه، ما علينا. انما البنوك مش احسن حاجه. هسالكم سؤال. في سنه 2008 لما نرجع للتاريخ وحصل الازمه العالميه وناس كتيره سابت شغلها في امريكا وفي بلاد تانية كتيره وابتدوا ما يقدروش يدفعوا المورجج، قرض البيت اللي عليهم، البنوك عملت ايه؟ خدت البيوت. فلما خدت البيوت رصصتها جنبها كده، وابتدى ما يبقاش عندها سيوله، ما هي مش عارفه تبيعهم لان اوريدي في ازمه. حصل لها ايه؟ فلست. البنوك فلست يا راجل. البنوك تفلس؟ ما ده اللي حصل، البنوك فلست. البنوك فلست. مش انا اللي بقول على فكره، ده التاريخ اللي قال. البنوك فلست، وقام جورج بوش وابتدى يدي فلوس للبنوك عشان تقوم تاني. والمشكله الاكبر بقى ان انت حضرتك لو حاطط فلوس في البنك، انت متخيل تقريبا هنا يعني لو انت ليك $1,000,000 والبنك فلس، عارف حضرتك هيدوك كام؟ $50,000 لو ادوهم لك يعني. انت متخيل الرقم يعني؟ هتقول لي لا، ده احنا عندنا في مصر البنك لو فلس البنك المركزي بيدفع. مصر يعني حتى في دبي لما بنك الاعتماد والتجاره فلس وقفل، طلع حاكم دبي قال لهم والله التجاره ربح وخساره وانتوا خسرتوا، خلاص يعوض عليكم ربنا. انما في مصر يمكن في ضمانات، انما هنا ما فيش ضمانات. هنا ما فيش ضمانات. طيب يبقى البنوك برضو مش ملاذ امن، بس هنتكلم على صناديق الاستثمار اللي عندهم بعد شويه اخر حاجه. طب احول فلوسي مصر واحطها هناك؟ دي فكره رائعه جدا جدا جدا، في ظل ان مصر البنك المركزي قوي، بيضمن الفلوس، شهادات استثمار فايده بتاعتها عاليه جدا وهايله. بس هي شهادات استثمار مقفوله 3 سنين او 5 سنين او whatever، وفي نفس الوقت فايده ثابته. في ناس ممكن يقولوا لا ده مش كويس، ده حرام. وفي ناس تقول لك كويس. بس هو السؤال انت هتودي فلوسك مصر ازاي؟ لا دلوقتي في طرق كتيره بنودي فلوسنا مصر، ماشي. طب لو انت محتاج الارباح بتاعتك هتجيبها ازاي؟ في طرق كتيره نجيبها من مصر، ماشي. طب وايش ضمنك ان ممكن الريت بتاع الدولار يبقى زي ما هو؟ الله اعلم. طب ايش ضمنك ان مصر ما يحصلش حاجة والبنوك تقع، أو ما يبقاش فيها أمان، أو أنت ما تعرفش تروح؟ الله أعلم. بس أنا عندي مثل، مبدأ بشتغل بيه، إن هو ابني ما دورش عليه. يعني أنا لو موجود في كندا بقول للناس حضرتك تستثمر في كندا لو أنت بتعرف تجيب فايدة. في مصر مثلا 15% 16%، ففي هنا اللي بيجيب 15% 16% مكسب وأكتر من كده كمان. وده الملاذ الأمن اللي هنشوفه حالا. آخر حاجة وهي اسمها صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار بتشتغل على ان واحد، شركه زي عندنا مثلا شركه كبيره، تجيب واحد كويس وتقول له تعالى اعمل لنا صندوق. فالراجل يروح اول حاجه بيعملها بيحدد القطاعات اللي هيشتغل عليها. يعني يقول انا هشتغل مثلا، هاخد قطاع الكهرباء، هاخد قطاع التكنولوجيا، الكمبيوترز، الفنادق، الوات ايفر، ويبتدي يختار من كل قطاع شركه شركتين ثلاثه وات ايفر. لازم يحط 100 شركه، وبالتالي الخطر بيتوزع على 100 شركه. فالخطر ده بيكون قليل. لو شركة فلست مش زي ما بلعب في البورصة، الخطر بيكون أقل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الراجل ده لو شاطر هيعرف يلعب، يشيل ويحط أسهم وسندات ويعمل اللي هو عايزه ويكسب الصندوق كويس. نمرة تلاتة وهو المهم، إن الصندوق ده كمان تمثيله للقطاعات بيبقى كويس جدا، والشركات اللي بيشتغل معاها بتبقى حاجة كويسة جدا، وبالتالي نسبة المكسب بتبقى كويسة. الصناديق دي بيبقى في منها عالي المخاطر، بيبقى في متوسط، في قليل.
كويس، ودي اللي بتشتغل عليها البنوك، انها بتشتغل بس من غير ضمانات. يعني ايه من غير ضمانات؟ يعني برضو الصناديق دي شغاله على البورصه، لو البورصه وقعت والصندوق وقعت مفيش ضمان ليك، مفيش ضمان ليك، وبالتالي برضو هي مش ملاذ آمن قوي في البنوك. نوصل لآخر نوع من صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار المضمونة. صناديق الاستثمار المضمونة، ودي مش موجودة غير عندنا وشركات تانية، شركات تأمين. شركات تأمين هي اللي بتضمن صناديق الاستثمار. وليه الحكومة بتدي الحق لشركات التأمين إنها تعمل ضمانات؟ ولا إنها أقوى مليون مرة من البنوك، أقوى مليون مرة من البنوك. وفي الفيديو اللي هنشرحه يعني مساوئ البنوك، وهنعرف فيه الافانتاج او الادفانتج بتاع الشركات التأمين، هبقى أقول لكم على الكلام ده. وبالتالي لو حضرتك عايز تحط فلوسك وتنام مرتاح على المخدة، لو البورصة وقعت أو البورصة ما وقعتش، لو الحرب قامت أو الحرب ما قامتش، فلوس حضرتك مضمونة، دي أحسن استثمار آمن في هذا التوقيت. هتقولي طب وانتوا عملتوا ايه السنة اللي فاتت؟ السنة اللي فاتت كان تقريبا 13% مكسب، السنة اللي قبلها تقريبا من 22 ل 23% مكسب، السنة اللي قبلها 17% مكسب. فانت عندك أرقام بتتحقق لك كويسة زي شهادات استثمار موجودة في مصر، مع ان فلوسك مضمونه وارباحك مضمونه. ليها طريقه في الضمانات مش هقدر اشرحها دلوقتي، انما اي حد محتاج ان هو يعرف اكتر على موضوع صناديق الاستثمار المضمونه، الملاذ الامن لكل انواع الاستثمارات، سواء انت عايز تعمل عندك شركه وعايز تحط فلوس، سواء انت بيرسونال عايز تحط فلوس ليك، بنشتغلها في حسابات الموجوده في البلد زي تاكس فري والار ار اس بي والنون ريجسترد. كل ده بنقدر نعمله، وبنقدر نعمل ضمانات هشرحها لك. حضرتك بيرسونال لو حضرتك عايز كلمني على 514 559 0970. انا ممدوح وبشتغل زي ما قلت حضرتك محاسب ومستشار مالي وتأميني. اتمنى ان انا اكون وفيت الصورة كويس وشرحت لكم ايه اللي بيحصل في البلد والاستثمارات، ونتمنى ان العالم يهدى شوية عشان الدنيا تبقى اكتر بيس ونقدر نشتغل احسن من كده. يومكم جميل، سلام.